بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شخصية سماحة العلامة المفكر الشيخ الدكتور أحمد الوائلي شخصية غنية عن التعريف، وهذه الشخصية التي امتدت على مدى أكثر من 60 عاما في الخطابة وفي خدمة المنبر الحسيني. وددنا أن نمر على تلك السيرة الشخصية لسماحته في بعض من التساؤلات في مراحل حياته المختلفة. وبداية نود من سماحته أن يطلعنا على بطاقته الشخصية إن جاز التعبير. من هو سماحة الشيخ الوائلي؟ أين نشأ؟ في أي عام ولد؟ وأين ترعرع؟ والسيرة الشخصية لأسرته الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. ولدت بالنجف الأشرف من العراق، وذلك في عام 1928 بعد 1900 من أبوين الوالد هو الشيخ حسون ابن الشيخ سعيد الوائلي، وكان بادئ ذي بدء من التجار الذين يشتغلون في تجارة الحبوب، ولكنه تصاهر مع أبرز الخطباء أو من أبرز الخطباء المرحوم الشيخ محمد علي القسام، حتى تزوج عمتي. وبحكم هذه المصاهرة دنا الشيخ المذكور إلينا دنوا قريبا، ونصح والدي ورغبه في أن ينتمي إلى هذا السلك وهو خدمة المنبر الحسيني، فاستجاب لذلك واندمج مؤخرا في هذا السلك، ولذلك لم يشتهر ولم يعد من الخطباء البارزين. نعم، الصورة التي وعيتها عنه أنه كان أديبا شاعرا ينظم باللغتين، اللغة العربية واللغة الدارجة، وعندي من شعره الشيء الكثير في المجاميع التي تركتها بالنجف. وبنفس الوقت كان كثير الحفظ، شديد الولع باستظهار النصوص، سواء كانت من القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو من نهج البلاغة أو من الآثار الواردة عن أهل البيت. وحتى والدتي كانت ممن يقيم المآتم لسيد الشهداء صلوات الله عليه. فبحكم نشأتي بهذه البيئة بدأت أتنفس الدنو إلى منبر الحسين وخدمة هذا المنبر وأنا طفل صغير، فارتقيت المنبر وأنا يومئذ لي من العمر 10 سنوات، وكنت أمارس المقدمة مع مجموعة من الخطباء الذين قد لا تعرفونهم إذا عددت أسماءهم، لأنهم كانوا من الخطباء الاعتياديين كالمرحوم الشيخ مسلم الجابري،
والشيخ محمد الكاشي والسيد باقر آل السيد سليمون وأمثالهم ممن عرف بالخطابة. وكانت بيئة النجف يومئذ في أوساطها العلمية تنقسم إلى قسمين: الحوزة العلمية التي تمارس الفقه والأصول، وطبقة الخطباء الذين يمارسون خدمة سيد الشهداء على المنبر الحسيني. ولعلها كانت من أثرى الفترات التي مررت بها ومر بها غيري، من حيث عدد فطاحل العلماء وعدد مجموعة من الخطباء المبرز منهم وغير المبرز. فنشأت وترعرعت في هذه البيئة وفي النجف الأشرف. والنجف الأشرف كما يعرفها البعض أو يعرفها الأغلب، كل شارع من شوارعها وكل درب من دروبها هو عبارة عن معهد من المعاهد التي تعنى باللغة العربية وبالفقه وبالأصول وبالنصوص الأدبية وبآثار أهل البيت. نشأت في وسط هذه البيئة. ما هي الملامح العامة لتلك الأجواء، الملامح العامة لتلك الفترة التي عشتم فيها من حيث التوجه الديني للمجتمع نفسه؟ ما في شك في أن الفترة التي عشناها كانت يومئذ أقرب إلى النقاء من الفترات التي تلتها، بحكم بعدها عن الاحتكاك بما نسميه بالوافدات من الأفكار والمبادئ والأدوات ووسائل التكنولوجيا، مما أوجد شيئا من البعد إلى حد ما عن الوسط التقليدي الديني. فما من شك أن تلك الفترة كانت فترة تسودها روح من الدين ومن الخلق ومن التمسك بالمبادئ قد تكون أشد قربا إلى ما ذكرناه مما هي عليه الآن. شيخنا، في أثناء الدراسة الحوزوية هل مررتم أيضا على الدراسة النظامية في المدارس أم التحقتم؟ أنا في الواقع درست نوعين من الدراسة. يعني منذ نشأت، منذ طفولتي، بدأت بالدراسة التقليدية الدينية ابتداء من الكتاتيب، ثم من بعد أن أنهيت دراسة القرآن الكريم وحفظه، أو بالأحرى حفظ جملة من نصوصه وليس حفظ القرآن بأجمعه، لأنه ما أتيح لي هذا الشرف. كنت إلى جانب ذلك أمارس الدراسة بالمدارس الابتدائية الحكومية على تستر وتخف من والدي، لأنه كان يرى في تلك الدراسة نوعا من الوسائل التي قد تبعد الإنسان عن أجوائه الدينية. فكنت أذهب إلى المدارس الابتدائية بعد فراغي من دراسة المقدمات. هناك من كان يدرسني مبادئ اللغة العربية ومبادئ الفقه ومبادئ العقائد. في خلال دراستي لهذه المبادئ كنت أجمع إلى جانب ذلك الدراسة الحديثة الابتدائية، ومشيت في هذا الدرب وفي هذا الدرب معا إلى أن أخذت الابتدائية من مدرسة الأمير غازي الابتدائية في النجف الأشرف، في الوقت الذي أكملت فيه دراسة الأجرومية وقسم كبير من قطر الندى وبعض كتب العقائد أو متون العقائد ومتون الفقه كالتبصرة للعلامة الحلي. ثم واصلت الدراسة في هذا النهج وفي هذا النهج.
فمشيت بالدراسة الابتدائية حتى الثانوية، ثم كلية الفقه التابعة للجامعة العراقية جامعة بغداد، ثم معهد الدراسات الإسلامية العليا في مرحلة الماجستير في بغداد، ثم انتقلت إلى جامعة القاهرة إلى دار العلوم، فدرست في دار العلوم التابعة لجامعة القاهرة وتخرجت منها، وكنت في الوقت ذاته إلى جانبها أدرس الاقتصاد في المعهد التابع للجامعة العربية في القاهرة. شيخنا في أي فترة، أو إذا أردنا أن نؤرخ هذه المرحلة؟ تاريخ هذا في الواقع هذا ابتدأ من الستينات إلى السبعينات، يعني بين الستين والسبعين. نحن نتحدث هنا عن الدراسات العليا اللي هي الماجستير والدكتوراه. الدراسات العليا، دكتوراه والدبلومات في الاقتصاد، بدأت في 68 أو 67، ولم تنتهي سنة 70 إلا وأنا قد أكملت دراسة الفترة الجامعية. شيخنا أطروحتكم في الدكتوراه في الدكتوراه استغلال الأجير وموقف الإسلام منه، تكاد تنشطر إلى شطرين: شطر يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، وشطر يتعلق بالعمل والعمال ومعالجة الفقه الإسلامي لقضية العمل والعمال. شيخنا أثناء الدراسة الحوزوية، لو رجعنا قليلا يعني إلى الوراء، ما هي أبرز الشخصيات العلمائية التي تأثرتم بها في أثناء تلك الدراسة؟ في الحقيقة هناك أشخاص أعتبرهم ركائز في دراستي الحوزوية وفي طليعتهم وأوائلهم. أستاذنا ووالدنا المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر قدس الله سره، وهو من أكابر العلماء ونوابغ الفقهاء ومن المصلحين، وهو مؤسس جمعية منتدى النشر وكلية الفقه في النجف الأشرف، وممن حاول تطوير الدراسة أو تطوير الدراسة الفقهية، بمعنى تأصيل بعض الجوانب فيها، تقسيمها إلى مراحل، وإخضاع كل مرحلة من المراحل إلى لون من الاختبارات والامتحانات، حتى يتسنى للطالب أن يكون على انضباط كامل، ولا يتاح له أن يلج شيئا من الادعاءات التي لم يكن قد حققها. فكان هذا الرجل من أكبر همومه هذا المعنى، وقد نجح في تخريج مجموعة كانوا نموذجا صالحا وطيبا، مع العلم أنه لم ينفرد بذلك، بل أن للحوزة العلمية البصمات والفضل في إعانته على تحقيق هذا المنهج، لأن مجموعة من الشخصيات العلمية في الحوزة العلمية كانوا عندنا من المدرسين في كلية الفقه، ومن قبلها في الكلية الدينية قبل أن تعادل، كانوا يدرسون كالمرحوم الحجة الشيخ عبد المهدي مطر قدس الله روحه الطاهرة، وكالمرحوم الحجة السيد موسى البحر العلوم قدس الله روحه الطاهرة، وكالمرحوم الحجة السيد سعيد الحكيم قدس الله روحه الطاهرة، وكولديه الحسين والتقي الحكيمين الذين استأثرت بهما رحمة الله عز وجل قريبا قبيل سنوات. على العموم أن هناك مجموعة من الأساطين والأساتذة في الحوزة عانوه على تثبيت ما أراد وعلى تأصيل الدراسة بحيث لا تنسلخ عن جسم الحوزة العلمية، بل تبقى وفية للحوزة العلمية الهم الرؤوم، في الوقت الذي تجمع إلى جانبها شيئا من التنظيم الذي يحذف الفضول ويبقي الأصول.
شيخنا، بمعنى أن هذه الكلية كلية الفقه كانت لا يترشح لها إلا من أتم أجزاء في الحوزة، يعني دراسة الصحف والمقدمات. لأنه قبل القبول كان يخضع إلى امتحان للقبول. فإذا نجح في امتحان القبول واجتاز الإجابة على الأسئلة ذات العلاقة بالفقه وبالأصول وبالعقائد وباللغة العربية، إذا لم ينجح من ذلك لا يستطيع الدخول إلى كلية الفقه. يعني هل نرى شيخنا من خلال هذا الموضوع أنكم من المؤيدين لمنهجة الدراسة الحوزوية، بمعنى إخضاعها لنوع من التقييم كما تفضلتم، نوع من الامتحانات؟ الحقيقة أن لكل من الدراسة الحرة ومن الدراسة الممنهجة مزايا، وعلى كل منهما مؤاخذات، ومن الممكن الجمع بالأخذ من مزايا الاثنين والابتعاد عن مفارقات الاثنين، لأنه ما من شك أن التنظيم فيه حفظ للوقت وفيه ضبط وفيه حمل للطالب العلمي على أن يقصر نفسه على تعميق دراسته. وإلى جانب ذلك للدراسة الحرة مزاياها من الانفتاح ومطارحة الأستاذ وتحصيل الثقة بالنفس عند الطالب عندما يجلس جنبا إلى جنب مع الأستاذ الكبير ليطارحه أو يبادله الأخذ والرد في مجموعة من المسائل. على العموم هناك مزايا كثيرة لا أستطيع تعدادها بهذه العجالة، ولكن للدراسة الحرة مزاياها وللدراسة التنظيمية مزاياها. وقد حاول المرحوم المظفر أن يجمع بين المزيتين ويبتعد عن المفارقة في الاثنين. هل من حادثة طريفة أو ذكرى معينة أثناء تلك الدراسة ما زالت قابعة في ذاكرتكم شيخنا وتتذكرونها إلى الآن؟ الأجواء الدراسية العلمية النجفية الواقع ما فيها مجال لألوان هذه الحوادث، إنما ينكب الطالب تمام الانكباب وبكل ما أوتي من طاقات على استيعاب ما يواجهه، لأنها دراسة لا ينجح فيها إلا الموهوب. الواقع الفقه والأصول ليس من الدروس البسيطة التي ينجح فيهما أو مما ينجح فيهما الطالب بجهد قليل وبكلفة بسيطة أبدا. فقد تمر هناك طرائف، ولكنه لا أجد في الواقع في ذهني حاليا ما أتذكر به إن كانت قد حدثت هناك أشياء من الطرائف، وإلا فالطرائف على أي حال خصوصا في مجتمع كالمجتمع النجفي في الدراسات وفي الملاحظات، وقد يعن للطالب القيام بأشياء تكون موضع سخرية من رفقائه، وبالعكس قد تكون موضع تعظيم من رفقائه، ولكل من الموقفين سمات وخصائص، وهي كثيرة لا تحصى في هذه العجالة، إلا أنها من الأمور التي كانت اعتيادية عندنا، خصوصا ونحن نحمل مبدأ حمضوا. يعني كنا خلال الدراسة لابد من أن نطرح فترة من الفترات نتبادل فيها النكتة أو اللغة أو الطرفة، كل ذلك ترويحا للخاطر وللنفس حتى يتسنى لنا أن نستجم وأن ننشط للأخذ. شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟ الفكرة هي ليست لي وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء
في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية، المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة، تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف، مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية. كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك. إذا أردنا شيخنا أن نعرج على المنبر الحسيني ودوركم الكبير في هذا المجال، هل ممكن أن نؤرخ متى بدأت الانطلاقة بعد فترة الطفولة؟ يعني انطلاقتكم خارج النجف الأشرف. الحقيقة أنا بدأت في النجف مثل ما عرضت لك، عمري 10 سنوات، وبدأت أقرأ المقدمة أمام بعض الخطباء غير المشهورين إلى أن انتميت إلى الخطباء المشهورين كالمرحوم الشيخ اليعقوبي والمرحوم الشيخ محمد علي آل قسام. وكان انتمائي لهما بحكم كونهما مبرزين، وأن الواحد منهما إذا صعد على المنبر يرضيك ويعطي عطاء لا تجد فيه ثغرات. إلى هنا تقف تلمذتي عليهم، وإلا ما كان عندهم نوع من التفاعل مع التلميذ بحيث يعطونه أو يشرفون على إنتاجه، إنما هي ملاحظات عامة عابرة توجه أو يوجه بها الطالب الذي ينتمي إليهما. فكنت أحضر مجالسهما وأقرأ أمامهما المقدمة، وأستطيع القول بأني من مجموع الأجواء المحيطة بي اقتبست معالم المنهج، ولم أتلمذ في معالم المنهج على شخص، سوى أني أدركت بحسي أن ما عليه المنبر من أسلوب تقليدي قد لا ينتهي بنا إلى التجديد والخروج عن تلك القوقعة التقليدية المألوفة. فبدأت من أيامي الأولى أتحرى النصوص، سواء كانت قرآنية أو نصوص من السنة أو نصوص لفقهائنا، وأحاول أن أتعرف على علل تلك النصوص وعلى مضامينها. وكان ذلك يفضي بي إلى أن أنتهي بالبحث عن العلل إلى ما نسميه بالعلوم الحديثة، وهل لها من دور في بعض الأحكام، بحيث أن الأحكام تراها كموضوعات وتترتب عليها. هذا المعنى شغل بالي منذ البواكر الأولى من حياتي، وفعلا بدأت أبحث وأبحث، وأعانني على ذلك منهاج الدراسي الحديث الذي تبنيته ومطالعاتي الخارجية. فكنت أؤلف من ذلك بدايات متواضعة والكمال لله، وأخذت تلك البدايات تنمو وتنمو وتنمو وتبتعد عن الثغرات إلى أن أصبحت تقارب إلى حد ما المنهج العلمي، وقد توخيت فيها أن لا أتطفل بالآراء، وإنما أخذ آراء المختصين في كل مسألة من المسائل. فمثلا على سبيل المثال، لماذا يعطي المشرع الإسلامي المرأة حصة ويعطي الرجل حصتين في الميراث؟ بدأت أبحث عن ذلك، فاستقرأت العلل الاجتماعية والاقتصادية وبنية الاقتصاد الإسلامي، وأدى ذلك بي إلى دراسات موسعة في ذلك. ومثلا بعض الأحكام التي ورد فيها النهي
عن ممارسة أشياء معينة. لماذا مثلا؟ فكنت أبحث عن العلل، سواء حتى بعض العلل الفيزيائية أو بعض العلل الكيميائية، مما يحملني على أن أتتبع المسألة في مظانها لأتبين سر مضمون هذا الحكم الشرعي. ومثلا كنت إذا مررت بواقعة تاريخية لا أقتنع بمظهرها الخارجي، إنما أبحث من ورائها ما هي العلة. يعني مثلا ما هو السبب الذي أدى إلى وقوف قريش بوجه الدعوة الإسلامية؟ هل هو دافع اقتصادي أو دافع اجتماعي، أم هو عداء شخصي بين قبيلتين، أم كل ذلك كان يحملني على استقصاء أكبر قدر ممكن من العوامل التي كانت تعتبر مؤثرة في ظهور تلك المظاهر التي سجلت بعد ذلك واعتبرت تاريخا. فهذا دفعني إلى مضاعفة النشاط وتعميق النشاط، وكل خطوة كنت أخطوها كنت أجد فيها استحسانا ودعما من الرأي العام ومن الوسط، مما دفعني إلى مواصلة الطريق، وأدى بي بعد ذلك بلطف الله وبحمده إلى أن انتهيت إلى شيء قد يعد شيئا مذكورا في هذا الباب، وأرجو أن يكون بداية لغيري وأن يجعلني فيه من التابعين له للمتبوعين. الله يخليكم. شيخنا، وجدتم أنه هذا الطرح أو هذا البحث والوصول إلى مثل هذا النوع من التميز في البحث الفكري الموضوعي كما تفضلتم، وجدتم أنه أفضل أسلوب هو الخطابة لإيصاله لأكبر شريحة من المجتمع أو أكبر عدد من الناس. هل يعتبر هذا يعني نوع من التفضيل على الكتابة نفسها؟ ليس بتفضيل، ولكنه أقرب إلى التربية من الكتابة، لأنه تفاعل حي. السامع الذي يجلس تحت المنبر يتفاعل مع الخطيب تفاعلا حيا، بعكس المثبطات التي قد لا تترك الإنسان يصل إلى قراءة الكتاب من ناحية، ومن ناحية قد لا يستوعب النقاط الحساسة المتحركة الموجودة في مضامين الكلمات، لكنه في الخطابة يتحسسها وتعين عليها الإشارة وتعابير الوجه، وفي نفس الوقت وضوح أسلوب الأستاذ في الأداء. هذا أدعى إلى التربية من طرح الكتاب والتربية عن طريق الكتاب من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا يشدك إلى الجماهير ويوجد عندك نوع من أنواع استمداد القوة من القاعدة عن طريق التفاعل. وإحنا نعرف أن الشخص الذي يخطب على عدد 2 ليس كالشخص الذي يخطب على عدد 1000، فإنه يستمد من ذلك قوة ويتفاعل تفاعلا قويا جدا في الأداء وفي تشريح الذهن وفي تفجر الملكات في داخله والتأسيس واستظهار بعض ما كمن في داخل نفسه من عطاء. فالخطابة تفجر ينابيع لا يفجرها الكتاب. تعقيبا على ذلك شيخنا، حيث أنكم وجدتم مثل هذا النوع من النتائج الإيجابية الكبيرة في تربية مجتمعاتنا الإسلامية على اختلاف مشاربها واتجاهاتها الفكرية، أنا لا أستطيع أن أحكم به، إنما يحكم به غيري. الناس الذين جلسوا تحت منبري خلال هذه الفترة الطويلة يوشعهم أن يحكموا هل استطعت أن أترك شيء من البصمات على الجمهور أم لا. هذا شيء متروك لهم في الواقع، إنما الذي أرجوه من الله عز وجل أن يجعلني في خط خدمة مبادئه ومبادئ نبيه وأهل بيت نبيه. الله يحفظكم إن شاء الله. هل هناك نوع من التوجه نحو تخريج أجيال من الخطباء ينتهجون نفس هذا المنهج الذي خطاه الشيخ الوائلي؟ هذا كان أمنيتنا، وإحنا شرعنا في تأسيس معهد للخطابة ووضعنا البدايات، والمعهد تابع لجمعية منتدى النشر،
نعم، في البواكير الأولى من عمر جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف، والذي عين لعمادته الشيخ حمد علي آل قسام تغمده الله برحمته، وعين مجموعة من الأساتذة فيه، وكنت يومئذ أنا من القائمين على العمل أيضا. ولكن تنبه مجموعة ممن كانوا يمارسون هذه المهنة وهم في البدايات إلى أن المشروع قد يهدد معائشهم أو أرزاقهم، فاستثاروا مجموعة أخرى، ثم زينوا لكثير من رجال الدين البسطاء الأبرياء بأننا نريد أن نحور تاريخنا وأن نبرئ الأمويين من تهمة قتل الحسين ومن وراء ذلك الواقع أهداف غير هذا الذي ذكروه، أهداف تكمن من أنه إذا تكامل هذا المعهد وخرج فئة مميزة فسينعكس الأمر عليهم، وسيكون الإقبال على تلك الفئة، وسينتهي بهم الأمر إلى أن يتركوا ويهملوا في سقط المتاع. فثاروا علينا وأهاجوا الرأي العام بما له من حس فطري ديني، فجاء الرأي العام وهجم علينا وعمد إلى كراسينا حطمها والتليفونات قطعها. ومن الطريف أن بعضهم كان يرى في التليفون آنذاك شيطان من الشياطين، فقطعوها وحبسونا تقريبا يعني في بيوتنا أشهر إلى أن هدأت العاصفة، وإلى أن استطعنا أن نجند بعض القوى العاملة لتذود عنا شرور أولئك ومن ورائهم من يحركهم، حتى هدأت العاصفة وماتت الفكرة في مهدها. وحاولنا أن نعيدها مرة أخرى، ولكن رأينا أن القاعدة لم تنضج بعد النضوج الكافي، وما نزال نحمل الفكرة، ولعل الله عز وجل يعيننا على أن نضع لها بدايات ونترك للطلعة من أجيالنا إتمام المسيرة إن شاء الله. إن شاء الله. شيخنا، البلاد التي طفتم بها أثناء خدمتكم في المنبر الحسيني، يعني الشيخ الوائل نعرفه على امتداد دول الخليج وباقي الدول، فأي هي أكثر الدول التي وجدتم تفاعل فيها؟ أو كل بلد تكثر فيه أدوات المعرفة ويكثر فيه عدد المثقفين يكون أكثر وأجدى وأحسن تفاعلا من البلدان الأخرى في تفهم رسالة الخطيب والخطابة. لكن إلى جانب ذلك هناك عامل العقيدة. ما من شك أن العقيدة عند الطبقة التي نعتبرها طبقة عادية هي أكثر رسوخا من العقيدة عند بعض الطبقات التي تعتبر نفسها مثقفة مع الأسف، كأنه رسخ عندهم في بداية العقود في أن الدين لا يمكن أن يلتقي مع العلم، وهي فرية أراد وروج لها المستعمرون، والحال الدين قائم على العلم، والعلم في واقع الأمر لا يفارق الدين بشكل من الأشكال، ولكن بشرط أن يكون علم وليس بتهريج. يعني يجب أن لا نخلط بين ما هو علم وما هو غير علم لنحمل الدين على أن يتبنى. أما العلم في رسالته المحضة فما وقف الدين بوجهه يوما ولن يقف يوم من الأيام. والخطيب المثقف الواعي الذي يصدر في تحركاته عن علم ما من شك أنه يخدم بذلك دينه، لأنه يتخذ من العلم أداة مساعدة له على إيصال أفكاره وآرائه إلى رؤوس الآخرين. نعم، هناك بلدان مارست هذا اللون من النشاط، والنشاط المنبر الحسيني أكثر من غيرها، كالعراق مثلا وكالبحرين مثلا
أي من البلدان اللي عرفت بالقدم في ممارسة إقامة مآتم لأهل البيت. والقدم حتما يحقق نوع من السبق، نوع من الريادة، ثم في الوقت ذاته نوع من التطوير بعد تبين الثغرات خلال هذه الفترات الطويلة. وأنا في الواقع ابتداء من إيران ومن أوروبا ومن الخليج ومن العراق ومن سوريا ولبنان مارست الخطابة في كل هذه البلدان، واستطعت التعرف على خواص هذه البلدان إلى حد ما، وأستطيع القول بأنه تكون عندي مزاج يكاد يكون محصلة لهذه الآراء. فإذا أردت الأداء قد أقول أنه أجد ما يسعني لأن أتفاعل في الوسط الذي أحل فيه. شيخنا، لو أردنا أن نركز على نفس المحاضرات التي تقيمونها، ما هي الأساليب أو المقدمات التي تتبعونها في التحضير للبحث في كل ليلة؟ لأن هذا واضح ممن يستمع، هو سيلمس المنهج إذا تيقظ إلى المنهج في محاضرتين أو ثلاث. يعني مبدئيا نطرح النص، سواء كان آية أو رواية أو نص أدبي، ثم بعد ذلك تشرح مفردات هذا النص ومضامينه ومدى الاتصال بين مضامينه وماذا يعالج، هل يعالج قضية اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. ثم بعد ذلك كله، بحكم كون المنبر ينتمي للحسين، لا بد من أن نأتي بهذا النص لنربطه بشكل وبآخر بواقعة كربلاء، حتى يتسنى لنا أن نحصل على مجموعة من هؤلاء حملة العقائد، عقائد أهل البيت، وأن لا يبتعدوا عن المنبر، لئلا يكون المنبر بعيدا عن ميولهم وعن أخلاقهم وعن ما ينشدونه من ورائه. في واقع الأمر يعني احنا نحرص على أن نعطي المنبر صفة بحيث يكون مرضي بها عند الجميع. شيخنا، نقصد ماذا تستعينون في الاستدلال؟ يعني ما هي أكثر المراجع المفضلة لديكم مثلا من كتب الحديث؟ أن المراجع، أنا لما أضطر أن أراجع النص القرآني ملزم أن أرجع إلى التفاسير، ولما أضطر أن أراجع النص الفقهي ملزم أن أرجع إلى كتب الفقه، ولما أمر بمسألة عربية ملزم أن أرجع إلى كتب النحاة وإلى كتب اللغة، ولما أرجع إلى مسألة عقائدية ملزم أن أرجع إلى كتب العقائد. فلا يستطيع الخطيب أن يقتصر على كتاب أو كتابين. يعني الآية الواحدة قد تكلفه الرجوع إلى 10 أو 12 مصدر أو 15 مصدر مختلفة، نظرا لتنوع مضامين الآية. الآية الكريمة عندما تقول مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا ملزم أولا أن أرجع إلى القراءة فأضبط النص، ثم بعد ذلك إلى المفاد النحوي حتى يتحدد المعنى الذي أريده، أنه الوصية في الأولاد أو فيما يعود للأولاد، يعني الجار مجرور بماذا يتعلق، لأن المعنى يرتبط ارتباط مباشر بهذا المعنى. ثم بعد ذلك لابد وأن أعود إلى كتب الاجتماع لأرى أين مكان الولد اجتماعيا من أبويه، هل هو يرتكز على الشفقة فقط أم يرتكز بالإضافة إلى ذلك إلى عوامل اجتماعية كالتكثر وامتداد الذات، أم لا يجمع إلى جانب ذلك كله التباهي بأن عندي نمط من الأولاد المميزين. هذه ملامح يجب أن أمر عليها، ثم أرجع أتساءل لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين،
وهذا يلزمني أن أعود إلى هيكل الاقتصاد الإسلامي وإلى التوزيع في الاقتصاد الإسلامي على ماذا يقوم. ثم يجب أن أنصرف إلى سمات العرب في معالجتهم لمسألة الأنثى ولمسألة الذكر. وهل كما يتصور البعض أن الحكم متأثر بما درج عليه العرب من احتقار للأنثى؟ وهو بعيد عن روح السماء، لأن السماء جاءت لتقوم الاعوجاج لا لتزيد الاعوجاج اعوجاجا ثانية. فلا بد من الرجوع إلى عشرات الكتب في أي موضوع من المواضيع تبعا لدسومة الموضوع. قد الموضوع يكون دسم يلزمك أن تعود إلى مجموعة من المراجعة. شيخنا، المنبر الحسيني هو وسيلة إعلامية كبيرة فعالة كما ذكرتم، وفي هذا العصر، عصر العولمة وعصر الفضائيات وعصر الإنترنت وتسخير التقنيات في الجانب الإعلامي بالتحديد، ما هي رؤيتكم لاستخدام مثل هذه الوسائل في خدمة المنبر الحسيني وفكر أهل البيت سلام الله عليهم؟ الوسائل التي ذكرتها هي معلومات تعتبر عوامل مساعدة للخطيب في الوصول إلى هدفه الأمثل، وكلما اطلع عليها أكثر يكون أمكن في الوصول إلى أذواق الناس ومعارف الناس، ويكون أمكن في تفهم طبيعة المسألة التي يعالجها. فتعتبر كماليات مقصودة ومطلوبة. فمن الأفضل للخطيب أن يتعرف عليها وأن يأخذ على الأقل صورة ولو إجمالية عنها. شيخنا، الكثير من الآباء في هذا العصر يخافون بسبب هذه التيارات يعني الموجودة وتسخير هذه التقنيات في التأثير على النشء الجديد، يخافون أنه لا يمكن أن يستطيعون إقناع الأبناء بالذهاب إلى المنبر الحسيني والتفاعل معه، وبالتالي التربية على المنبر نفسه. هذه يضمنها وجود معهد محل ثقل عند الناس. إذا أتيح للوسط العلمي أن يقيم معهدا يشرف عليه مجموعة من رجال الدين الذين يحظون بثقة الناس، سوف يزول هذا الخوف تدريجيا. وقد طرحت هذه المسألة في كتاب تجاربي مع المنبر، وبحثتها بحثا مفصلا، وبالوسع الرجوع إليها في الكتيب المذكور، وهو من الذي يقيم معهد الخطابة. تحت هذا العنوان أنا شرحتها شرحا مفصلا، وتجدون الإجابة تفصيلا في هذا. هل بالإمكان نعرج على، إذا في إمكان شيخنا، على ما هو حاصل حاليا من وسم الإسلام بالإرهاب والادعاء على الإسلام أنه دين، إلى سمات العرب في معكم اللي هو صامويل هانتنغتون صاحب نظرية صراع الحضارات؟ في عقيدتي من اليسير للخطيب الواعي المثقف أن يجد من النصوص ما يدعم رأيه بأن الإسلام دين أبعد ما يكون عن الإرهاب، وإنما قد تسمى الصلابة أو الحدية في اتباع تعاليم الدين أحيانا إرهابا، وهذا من التحكم بالألفاظ. ليس في الإسلام إرهاب، لأن الإسلام دين أراده الله للعالمين، والله رب العالمين. ومن البديهي أن الله عز وجل لا يريد أن يرهب عباده بالوقت الذي يريد أن يجلبهم إلى دينه وأن يقربهم إلى طاعته. فاستعمال أحيانا لعوامل الشدة إنما مقابلة لانحرافات الطبع الإنساني في بعض الأحيان الذي يجمح بالإنسان ويبعد به عن درب الله. وإلا الإسلام لا يمكن أن يكون إرهابيا وهو يقول: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولا يمكن أن يكون الإسلام إرهابيا وهو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي سبقت غضبي. ولا يمكن أن يكون الإسلام إرهابيا
والنبي يقول أن الله عز وجل أرحم بكم من آبائكم وأمهاتكم، فكيف يكون الأب والأم إرهابيين على الولد؟ حاشا، ما كان الإسلام يوم من الأيام إرهابيا أبدا، ولكن لأن مصالح المستغلين والمستكبرين والمستعمرين لأنها من وراء هذا القول أرادت أن تروج له، وأرادت أن تحطم من يقف في طريقها، ليقول لها جئت مبتزة ولم تجيئي مصلحة، وإذا أردت أن تحطم عدوك فأطلق عليه إشاعة. وما من إشاعة في مثل هذا اليوم ترهب أكثر من التهمة بالإرهاب، لأنه تترتب عليها آثار سلبية. وإلا في الإسلام أبعد ما يكون عن الإرهاب. وللإفاضة في مثل هذا الجواب لا بد من الرجوع إلى صحائف وصحائف مطولة. شيخنا، قبل أن نختم نود منكم أن توجهوا نصيحة إلى جيل الشباب المعاصر في البلاد الإسلامية. والله من منبع الإخلاص ومن قلب مفعم بالتمني لشبابنا بكل خير وبكل توفيق أتوجه إليهم بأن يكثروا من قراءة النصوص الدينية، وأن يتعرفوا على مضامين هذه النصوص عن طريق أهل الخبرة وعن طريق العلم والعلماء، لا عن طريق مدعي العلم ومدعي أو الحدية معرفة. وفي مثل هذه الوسيلة سيصلون إلى نتائج أنا ضمين بأنها نتائج كفيلة بأن تغير كثير من نظرتهم إلى الدين وإلى طبيعة الحياة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أنا أدعو رجال الدين ومؤسساتنا الدينية أن تكثر من فعالياتها التربوية، وأن تنزل من أبراجها العاجية لتصل إلى مستويات فهم ما عليه التلاميذ وما عليه الناس العاديين من معرفة، تصل إلى مستواهم. وكما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بين معاطن الإبل ليعلم البدو، علينا أن نجتمع الآن في المراكز الحضارية نحمل إلى أبنائنا ما أراد الله عز وجل أن يحبوهم به من عطاء السماء للأرض، وأن نضع أيديهم على الكنوز والعطاء الموجود في ديننا. وكل ذلك يعتبر إحدى الوسائل، وسنتعرف في طريقنا على وسائل أخرى، إحدى الوسائل إلى حمل الجيل وإلى حمل الشباب على تفهم رسالة الإسلام والدنو إلى دينهم وعقائدهم، فإن في ذلك خيرهم في الدنيا والآخرة. والله عز وجل هو المسؤول أن يأخذ بأيديهم ليكرعوا من هذا النبع الصافي، من نبع الإسلام، النبع الذي صلح به أولنا ولا يصلح آخرنا إلا به. هذا هو الأسلوب أو الطريق، أو سمي بعض الطريق للوصول إلى هذا الهدف. شيخنا، ختاما والحديث معكم لا يمل، ونود يعني أن نبحر معكم في أكثر من ذلك، ولكن بسبب الوقت، هل هناك بيت شعر تريد أن تختم به هذا الحديث؟ الواقع بيت الشعر قد يضيق عما أتمناه لجيلنا وما أريده من جيلنا، ولكن أنا أقول وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. هؤلاء الأكباد ندعوهم ونتمنى لهم أن تكون خطواتهم على الدرب الصحيح،
وأن لا يكونوا عرضة للتأثر بأفكار أناس لا يهمهم إلا التهريج والتهويش، وأن يكونوا أكثر تمسكا بدينهم وبأصالتهم من المؤثرات الحديثة، وسيرون أن خير الدنيا والآخرة فيما يسلكونه من منهج. إنني أدعوهم وألح بالدعوة عليهم إلى أن يأخذوا بمنهج القرآن ومنهج السنة النبوية الشريفة وبمنهج روادهم وقادتهم الأوائل من المسلمين الذين حملوا لواء الدعوة إلى لا إله إلا الله وحملوا روح التسامح، والذين كانوا يرون في المسلم الكبير أبا، والمسلم المساوي أخا، والمسلم الصغير ولدا. يجب أن نستشعر هذا المعنى وأن نحمل هذه الروح، والله عز وجل من وراء ذلك الموفق وهو الهادي إلى الصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.